في عالمنا الذي أصبح فيه الوصول إلى أي مكان لا يتطلب سوى تذكرة سفر، ما زال هناك مكان واحد يقف في وجه الفضول البشري. مكان لا ترحب بك فيه اللافتات، ولا تستقبلك فيه المطارات أو الموانئ، بل قد يكون الاقتراب منه وحده كافيا ليضع حياتك في خطر. تخيل أنك تبحر وسط المحيط، وبعد ساعات طويلة تلوح في الأفق جزيرة تبدو هادئة وجميلة، أشجارها كثيفة، وشواطئها نقية، ولا يظهر عليها أي أثر للحضارة الحديثة. لكن فجأة تلاحظ أشخاصا يقفون على الساحل، يحملون الأقواس والسهام، ويراقبون كل حركة تقوم بها. لا يلوحون لك، ولا يرحبون بك، بل يرسلون رسالة واضحة: ابتعد فورا. قد تظن أن الأمر مجرد قصة من فيلم أو أسطورة تناقلتها الأجيال، لكن الحقيقة أكثر غرابة. فهذه الجزيرة موجودة بالفعل، ومعترف بها رسميا، والاقتراب منها ممنوع بالقانون. ليس لأنها تحتوي على كنز مخفي، أو بسبب وحوش أو مخلوقات غامضة، بل لأن سكانها اختاروا أن يعيشوا بعيدا عن العالم منذ آلاف السنين، ولم يقبلوا أبدا أي محاولة للتواصل معهم. ورغم التقدم الهائل الذي وصل إليه الإنسان، ما زالت هذه الجزيرة تمثل لغزا حقيقيا. فلا أحد يعرف عدد سكانها بدقة، ولا كيف يعيشون يوما بعد يوم، ولا كيف ينظرون إلى العالم الذي يحيط بهم. كل ما نعرفه هو أن أي محاولة للاقتراب منهم انتهت بمأساة، وأن الحكومات أصدرت قوانين صارمة تمنع السفن والطائرات وحتى الصيادين من الاقتراب من هذه المنطقة. لكن السؤال الذي يحير الملايين هو: لماذا كل هذا المنع؟ ولماذا تصر السلطات على إبقاء هذه الجزيرة معزولة؟ وهل الهدف حماية العالم من سكان الجزيرة، أم حماية سكان الجزيرة من العالم؟ وما الذي حدث لأولئك الذين تجاهلوا التحذيرات وقرروا الاقتراب؟ ولماذا تحولت قصصهم إلى عناوين تصدرت الأخبار في مختلف أنحاء العالم؟ في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة استثنائية إلى واحدة من أكثر الجزر غموضا وإثارة على وجه الأرض. سنكشف تاريخها، وسنتعرف على سكانها، وسنروي القصة الكاملة للأحداث الحقيقية التي جعلت اسمها يرتبط بالخطر والغموض حتى يومنا هذا. لذلك جهز نفسك، ولا تغادر الفيديو قبل النهاية، لأن كل دقيقة ستكشف سرا جديدا، وفي النهاية ستفهم لماذا تعد هذه الجزيرة المكان الوحيد تقريبا على كوكب الأرض الذي لا يزال الإنسان عاجزا عن دخوله. تقع جزيرة نور السنتينل في خليج البنغال بالمحيط الهندي، وهي جزء من أرخبيل جزر أندامان ونيكوبر التابعة للهند. وعلى الرغم من أن مساحتها ليست كبيرة مقارنة بالعديد من الجزر الأخرى، فإنها اكتسبت شهرة عالمية بسبب الغموض الذي يحيط بها، وبسبب شعبها الذي يرفض أي اتصال بالعالم الخارجي. يعرف سكانها باسم السنتينيليين، ويعتقد الباحثون أنهم ينحدرون من أوائل البشر الذين وصلوا إلى هذه المنطقة قبل ما بين 50,000 و60,000 سنة. وهذا يعني أنهم عاشوا في عزلة شبه كاملة منذ آلاف الأجيال، محافظين على أسلوب حياة لم يتغير إلا قليلا مع مرور الزمن. لا يعرف العلماء عددهم الحقيقي، لأن إجراء إحصاء للسكان يتطلب الدخول إلى الجزيرة، وهو أمر ممنوع وخطير. وتشير التقديرات إلى أن عددهم قد يتراوح بين 50 و200 شخص فقط، لكن لا توجد أي أرقام مؤكدة. يعتمد سكان الجزيرة على الصيد البحري، وصيد الحيوانات الصغيرة داخل الغابات، وجمع الفواكه والجذور والعسل البري. كما يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، مثل الأقواس والسهام والرماح، ويستخدمون الأخشاب والحجارة، إضافة إلى قطع الحديد التي تجرفها الأمواج من السفن الغارقة أو المرة، حيث يحولونها إلى أدوات مفيدة في حياتهم اليومية. ورغم أنهم يعيشون في عزلة، فإنهم ليسوا معزولين تماما عن البيئة المحيطة بهم. فهم يعرفون البحر جيدا، ويستخدمون قوارب صغيرة للتنقل في المياه القريبة من الشاطئ، لكنهم لا يبتعدون كثيرا في عرض البحر. بدأ العالم يتعرف على وجود هذه الجزيرة منذ قرون،
إلا أن أولى محاولات التواصل الجدية جرت خلال القرن التاسع عشر في فترة الاستعمار البريطاني للهند. حاول بعض المستكشفين دخول الجزيرة، لكن السكان قاوموا بشدة أي محاولة للاقتراب منهم. وفي إحدى الحملات، أخذ عدد من أفراد القبيلة إلى خارج الجزيرة، لكن بعضهم أصيب بأمراض بسبب عدم امتلاكهم مناعة ضد الجراثيم المنتشرة. وفي ختام هذه الرحلة المليئة بالغموض والإثارة، يبقى هذا المكان شاهداً على أن كوكب الأرض ما زال يخفي بين زواياه أسراراً لم يتمكن الإنسان من كشفها، رغم كل ما وصل إليه من تطور علمي وتكنولوجي. فهناك أماكن تبدو وكأنها تنتمي إلى عالم آخر، أماكن لا تزال تقاوم محاولات الاستكشاف، وتفرض على الجميع احترام قوانينها وحدودها. وهذه الجزيرة تعد واحدة من أكثر تلك الأماكن إثارة للدهشة، لأنها تجمع بين الجمال الطبيعي المذهل والخطر الحقيقي الذي يجعل الاقتراب منها أمرا شبه مستحيل. وربما يعتقد البعض أن منع البشر من دخول هذه الجزيرة مجرد قرار مبالغ فيه، لكن عندما نتعرف على الحقائق الكاملة، ندرك أن الأمر لا يتعلق بالخوف فقط، بل بحماية الأرواح أيضا. ففي بعض الأحيان، يكون الابتعاد عن مكان معين هو الخيار الأكثر حكمة، لأن الفضول قد يقود إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها. ولهذا السبب، ما زالت هذه الجزيرة بعيدة عن أقدام البشر، محافظة على أسرارها التي لم تكشفها للعالم حتى اليوم. والأمر المثير حقا هو أن العلماء، ورغم امتلاكهم لأحدث الأجهزة والتقنيات، لا يزالون عاجزين عن معرفة كل ما يحدث داخل هذه الجزيرة. فكل معلومة جديدة تثير عشرات الأسئلة، وكل محاولة لفهمها تكشف أن هناك أمورا أكثر غموضا مما كنا نتوقع. وهذا ما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن التي تثير فضول الباحثين وعشاق الغرائب حول العالم، لأن الحقيقة الكاملة ما زالت مفقودة، وربما لن تعرف أبدا. وعندما ننظر إلى تاريخ البشرية، نجد أن الكثير من الأماكن التي كانت تعتبر مستحيلة الاكتشاف أصبحت اليوم معروفة، لكن هناك أماكن قليلة ما زالت ترفض أن تكشف أسرارها، وهذه الجزيرة واحدة منها. وربما يكون هذا الغموض هو السبب الذي يجعل الملايين يتحدثون عنها، ويشاهدون الوثائقيات التي تحاول تفسير ما يحدث فيها، دون أن يصل أحد إلى إجابة نهائية تقنع الجميع. ويبقى السؤال الأهم: لو أتيحت لك فرصة زيارة هذه الجزيرة، هل ستغامر بالدخول إليها مهما كانت المخاطر؟ أم أنك ستفضل البقاء بعيداً عنها حفاظاً على حياتك؟ أخبرنا برأيك في التعليقات، لأننا نحب قراءة آرائكم ومناقشة أفكاركم حول هذه القصص الغامضة. وإذا أعجبكم هذا